بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في صفحتكم كلام في الكورة. النهارده نتكلم عن مباراة جمعت بين النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا في إطار نصف نهائي بطولة السوبر المصري، طبعا بنظامها الجديد. 4 فرق على طريقة السوبر الأسباني والسوبر الإيطالي، يعني بطولة من 4 فرق، نص نهائي ونهائي وتحديد مركز ثالث وطبعا النهائي الفائز المركز الأول والخاسر المركز الثاني. هنتكلم عن التشكيل اللي بدأ بيه مارسيل كولر المباراة، وهنقارنه بتشكيل آخر مباراة لمباراة أوروبا الياباني في كأس العالم للأندية والتعديلات اللي أجراها على التشكيل. هنتكلم عن التغييرات اللي أجراها في سر المباراة، وهنتكلم عن أداء النادي الأهلي بشكل عام وإدارة مارسيل كولر للمباراة، وأكثر اللعيبة إجادة في المباراة وأقل اللعيبة في إجادة في المباراة. النادي الأهلي بدأ المباراة أو مارسيل كولر يعني هي طريقته المعتادة اللي بيلعب بيها من بداية هذا الموسم، هي طريقة 4-3-3. الشناوي في حراسة المرمى، قدامه 4 مدافعين، منعم وياسر قلبين دفاع، على اليمين محمد هاني، على اليسار علي معلول. قدامهم 3 ارتكاز، منهم واحد بيقوم بأدوار هجومية، السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور. قدامهم 3 على اليمين، بيرستاو، وعلى اليسار كريم فؤاد، تحت مهاجم صريح طاهر محمد طاهر. يعني التعديلات اللي أجراها عن المباراة اللي فاتت، اولا اقحم طاهر في حته راس الحربه والمهاجم الصريح مكان محمود كهربا. برضو عمل تعديله في نص الملعب، السوليه مكان مروان لاراحه مروان، وكريم فؤاد في الجبهه اليسرى بديلا لحسين الشحات. ودي طبعا تغييره غريبه جدا، ان اصلا عدت كريم فؤاد يعني بالرجل اليمين، ان هو اصلا كان باك يمين، وبعد كده الكولر جه وظفه جناح يمين. فدي كانت غريبه الصراحه طبعا. يعني التشكيل بدأ في عدة لعيبة ما خدتش قوي فرصها في المونديال، او نزلت كبدائل في اخر الدقائق لإراحة اللعيبة المجهدة اللي لسه لعبة ماتش اوروبا الياباني من يومين او من 3 ايام. يعني غلب على تشكيل كده. وحتى اصلا كام لعيب اللي هم لعبوا مباراة اوروبا ولعبوا حتى المباراة دي، كان واضح عليهم الاجهاد، وحتى في تبديلين اضطراريين للاصابات، سواء تبديل اصابه الشناوي او اصابه ياسر ابراهيم. هنبدا اول حاجه يعني نتكلم بقى عن احداث المباراه. النادي الاهلي خاف من سيناريو ان الماتش يطول بتعادل سلبي، ان حجز التعادل يطول، فالسيراميكا لا يمسك دفاع يعني، ويحاول ينهي الماتش بالنتيجه دي ويلعب ركلات ترجيح مباشره عشان ما فيش وقت اضافي، او يحاول يلعب على المرتدات ويباغت النادي الاهلي ويطمع في المباراه في اواخر اللقاء. هو الاهلي خاف من كده، فمسك كوره هاجم، كان عايز يخلص المباراه من بدري بدري. يعني كان عايز الشوط الاول ده يسجل فيه هدف او هدفين يرتاح الشوط الثاني. يعني هو كانت كولر نازل عايز كده يعني مش عايز المباراه تطول بنتيجه التعادل السلبي. هو ما نجحش في كده، بس الاداء في الشوط الاول كان فاضل له بس نزعه هجوميه ومهاجم فينيشر على المرمى. الاهلي في الشوط الاول اهدر العديد من الفرص، يعني كان شوط من وان سايد جيم، هجومي تماما من النادي الاهلي ودفاعي تماما من سيراميكا كليوباترا. النادي الاهلي اهدر اهداف عن طريق كريم فؤاد من كره اتهيأت له شوطه حلوه قوي، بس عليت عن عرضه محمد بسام، وبيرس تاو من كوره مررها له نجم المباراه بلا منازع امام عاشور هو والمرمى، لكن اهدرها وتألق فيها حارس المرمى محمد بسام. وانطلاقه برضو بضغط حلو قوي من امام عاشور في اتجاه كريم فؤاد، لكن كريم فؤاد اتاخر على استلام الكره. كانت ممكن الكره دي برضو تبقى هدف اول للنادي الاهلي. والكره اتلعبت من بيرس تاو بينيه حلوه قوي لطاهر محمد طاهر، اللي حب يعملها لوب من فوق محمد بسام، لكن عديت عن المرمى. النادي الاهلي كان هو اللي ماسك الكوره وكان مستحوذ وعمل خطوره حتى على المرمى، شكل خطوره. وكمان حتى نادي سيراميكا رغم انه المباراه كلها الشوط الاول بالذات شوط دفاعي بحت منه، انطلاقه مباغته جدا. محمود زلاكا عدى بشكل غريب من محمد عبد المنعم، اللي برضه في ادائه في المباراه كان باين عليه اجهاد كاس العالم للانديه، مش دي احسن حالاته برضه. لكن الكره بحسن الحظ تألق فيها محمد الشناوي قبل خروجه في نص الشوط الاول لاصابته بشد عضلي ونزول مصطفى شوبير. الاصابه طبعا منها شد عضلي ومنها اجهاد، حتى عن انه كان برضو لو تتذكروا حضراتكم في ماتش اوروبا الياباني،
اشتكى برضو كذا مره من شد في العضله وكمل المباراه وهو مصاب، وحتى بدأ المباراه دي اساسي وهو مصاب. انا رايي يعني لو مكان كولر اريحه برضو والعب بحارس واعد اسمه مصطفى شوبير، لعبت بيه قبل كده نهائي دوري ابطال افريقيا وتألق يعني الموضوع ده مش هيبقى غريب عليه لو كان هو اللي بدأ اساسي. انا كان رايي كده برضو. وانتهى الشوط الاول تعادل سلبي رغم اداء الاهلي الرائع، لكن فاضل له طبعا الفينش او المهاجم اللي يخلص. بدأ الشوط الثاني سيراميكا تحول تماما. في الشوط الثاني سيراميكا هو اللي بادر في الهجوم، هو اللي عايز اصلا يخلص المباراه. يعني هو خلاص حسها بقى زي ما قلت لحضراتكم، الماتش طول حته 0-0 دي هدف، ممكن المباراه تخلص على الهدف ده. فهو قال لي لا، يعني ان هو ممكن يسجل هو الهدف وهاجم وضيع كرة خطيره جدا عن طريق محمد توني في بدايه الشوط الثاني، اصطدمت بقائم مصطفى شوبير. دي كانت اخطر كور اللقاء عموما اصلا حتى لحد اللحظه دي، او اخطر كور سيراميكا كليوباترا. يعني لعب سيراميكا الشوط الثاني تحول من دفاع بحت يعني تقفيل بس وانهاء الشوط الاول بالتعادل، الى دفاع منطقه اللي هو دفاع والاعتماد على الهجمه المرتده، ممكن في اي لحظه يهاجم ويخطف جون. وعنده حتى سرعات، عنده قندوسي وعنده احمد ياسر ريان وعنده ايبوكا. وحتى في كرة تانية برضه انفرد بيها احمد ياسر ريان بمرمى مصطفى شوبير، لكن المقاتل ياسر ابراهيم في اخر لحظه انقذ النادي الاهلي وانقذ مصطفى شوبير. يعني سيراميكا لعبها حتى يعني عرف ينفذ طريقه اللعب اللي هي المرتدات دي تنفيذ مثالي الحقيقه الشوط الثاني. وكان في كذا كوره هيخطف الهدف الاول لغايه ما النادي الاهلي استفاق في كوره اتلعبت حلوه قوي سريعه ما بين امام عاشور وحسين الشحات، وراحت لكريم فؤاد تألق فيها محمد بسام، وارتدت لطاهر محمد طاهر اضحى بغرابه. دي كانت بدايات دخول النادي الاهلي المباراه في الشوط الثاني بعد فتره تنفيذ مثاليه لسيراميكا للمرتدات وطريقه اللعب اللي دخل بيها الكوتش بتاعهم في الشوط الثاني. النادي الاهلي دخل في الكوره ضيعها طبعا كريم فؤاد، وارتدت للطاهر وضيعها ايضا. كولر بقى بدأ يتدخل وعمل تبديلات، منها تبديله مثاليه من وجهه نظري هي خروج علي معلول اللي حصل على انذار في ماتش فيه التحامات واحتكاكات زي دي. ممكن تبقى ورطه يعني لو احتكاك تاني طرد ونازل خالد عبد الفتاح اللي قفل الجبهه اليسرى دفاعيا بشكل مثالي الحقيقه. وعمل برضو تغييره كمان، نزل حسين الشحات اللي عمل نشاط هجومي شويه وخرج بيرس تاو. حسين الشحات تحول هو للجبهه اليمين، وكريم فؤاد فضل زي ما هو في الجبهه الشمال. وعمل تبديله برضو من وجهه نظري يعني اللي ممكن تبقى من وجهه نظري الكثيرين مش تبديله مثاليه، لا هي كانت تبديله مثاليه، وعمل نشاط برضو في حته الهجوم دي شويه. نزول انطوني موديست وخروج طاهر محمد طاهر. حتى لو السنده بتاعت الهدف للنادي الاهلي يعني الكره هو لما اللي سندها لامام عاشور، وامام عاشور انطلق الانطلاقه بتاعته دي انطوني موديست. دي برضو ما حدش خد باله منها قوي يعني كانت تبديله برضو من مثاليه في الوقت القليل اللي نزل فيه، يعني اداؤه كان مقبول يعني. وهدد حتى المرمى بكره خطيره. والاهلي برضو توالى بقى في اهدار الفرص، وسيراميكا بدا خلاص يعني نخرج من ماتش 0-0 ونوصل لركلات ترجيح مباشره ما فيش وقت اضافي. بدا بالكره سددها امام عاشور حلو قوي، عليت على مرمى محمد بسام. وكرة حتى نزلت لانطوني موديست تسددها، لكن عليت على مرمى محمد بسام ايضا. وبدا النادي الاهلي هو اللي عايز يسجل الهدف. وطبعا نزول حسين الشحات يعني خط الهجوم كان اهلك بدنيا. التبديله دي عملت شغل عالي قوي. وايضا تبديله اضطراريه استمرارا لمسلسل الاجهاد، اصابه ياسر ابراهيم احد نجوم كاس العالم للانديه للنادي الاهلي ونزول رامي ربيعه. المباراه بدات بقى من بعد الدقيقه 75 80 كده، خلاص سيراميكا لو جات له مرتده خير وبركه، لو ما جاتلوش نخرج 0-0 ونلعب ضربات ترجيح. والكفه كانت ممكن تترجح لهم في ضربات الجزاء بعد اصابه محمد الشناوي ونزول مصطفى شوبير اللي احنا لسه مش شفناهوش قوي في موضوع ضربات الجزاء ده. وعندهم برضو حارسهم المتالق في ركلات الترجيح محمد بسام، كانت الكفه تتراجع شويه لسيراميكا. حتى جاء الهدف الاول في اخر دقائق المباراه واخر اللحظات، كوره ميته يعني في نص ملعب 1-2 ما بين امام عاشور وبيرسي تاو. امام عاشور وانطوني موديست اسف. انطوني موديست سندها لامام عاشور، امام عاشور توغل يعني عدى من واحد تعديه حلو قوي، وبرده تفوق على الثاني بالسرعه وبالجسم.
وكان عايز يعمل الكره تمريره، اصطدمت بأحد مدافعي سيراميكا وجت في القائم، واصطدمت من القائم لمدافع اخر، ودخلت مرمى سيراميكا كليوباترا. الهدف الاول للنادي الاهلي وهدف قاتل، وفوز النادي الاهلي رغم الاداء اللي كان خصوصا الشوط الثاني عليه علامات استفهام. بس برضه نعذر اللعيبه الاجهاد، انت لسه جاي يعني، عندك كنت بتلعب ماتش في كاس العالم للانديه من 3 ايام، وعلى ما خلصت الماتش وسافرت الامارات واتمرنت تمرينه، فطبعا الحته دي نعذر اللعيبه عليها. واهم حاجه يعني المباريات دي، مباراه الكؤوس دي تكسب ولا تلعب. وانتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 1-0 وتاهله للنهائي لمواجهه مودرن فيوتشر يوم الخميس ان شاء الله الساعه 7 مساء. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكان معكم محمد هشام، كلام في الكوره. شكرا.